حبيبي وما بقى. اهلا بكم حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده رجعت لكم في الحلقه الخامسة من روايه احباب الصعيديه. يلا مش هطول عليكم، يلا نبتدي بيها واسفع التاخر. الجد حفيدي فهد، قصدك ايه؟ الجد انت ولد ولدي. فهد لا، انا اجدادي كلهم ميتين، انا مش عايزه اتكلم واسمع كلام فارغ كده، معرفش حد، بابا ما حكاش ليا عنكم، وبعدين لو جدي صح حي وكده، وانت لو جدي صح المده دي كلها مش بتسال لي؟ ها جاوبني. الجد لا، انت حفيدي ولد محمد ابري. بعدها قطعتهم مرات عمها هربتي وجبتي لينا العار يا بيت رهف. والله يا عمتو انا عملت كده علشان انقذ نفسي، انتوا كنتوا هترموني في النار ومش مش حاسين. بنت عمها، ما هو انتي ما ترميتيش في النار، بس اختي اللي اترمت وكمان اتكوت، الله يكون في عونك يا اختي. رهف قصدك ايه بالكلام ده؟ مرت عمها بعصبية وكانت هترفع درعها على رهف. قصدها انه بنتي اتجوزت الرجل العجوز الخايب ده، ويا ريت اتهنت يا ضنايا. رهف ببكاء، ايه اللي حصل ليها؟ ايه اللي حصل ليها؟ مرت عمها، كل سوء حصل لبنتي. انت هي بنتي هتقعد طوال حياتها كده لابسه الاسود، يا بنتي. رهف سكتت وما ردتش لانها ما كانتش فاهمه حاجه. مرت عمها، بعد ما هربتي يا مقصوفه الرقبه، انتي عمك جوزها للراجل العجوز ده، وريتها ارتاحت وفرحت، ده من اسبوعها المنيل جوزها مات، وشالت الهم والحزن بدري، وهتفضل كده. رهف ببكاء وبتقرب على مرت عمها بغضب، ابعدي عندي، انتي السبب في اللي حصل لبنتي، وانا مش هسامحك ليوم الدين. رهف بعصبيه، هي بنتك امال انا هي اللي كان حيحصل لي ده. ودخل حمزة وفجأة قال لي رهف سكتت ومسحت دموعها وقالت ايوه يا حمزة. مرت عمها، وكمان ما قلتيش حد يلمك ماشي على حل شعرك. مرت عمها، وكمان ما لقيتيش اي حد يلمك ماشي على حل شعرك. رهف بس لهنا وكفايه، ومشت هي وحمزة. ادم، هي البنت اللي هناك دي تكون مين؟ ولد صغير، دي رنا. ادم، هي لابسه اسود ليه؟ الولد دي جوزها مات بعد الفرح باسبوع. ادم، مسكينه البت دي، وفي باله دي جامده قوي وحلوه قوي، ما نجرب معاها. ادم راح ناحيتها وهو بيقول بثقه، هو الامر زعلان لي؟ رنا بعدت عنه وقالت له سيبني في حالي لو سمحت. قرب منها ادم بيحاول يتقرب منها. رنا جريت بعيد عنه وهو واقف مصدوم انه ازاي بنت رفضته كده. ابراهيم، بصي يا بوي، ولد ده كان بيتقرب ليها وعارف انها ارملة، محدش لازم يبص على الارملة في عادتنا كده. حمزة، ادم. ادم، ايوه عايز ايه؟ حمزة، الشخص اللي اسمه هنا سمعته دلوقتي يقول وجاي هنا وناوي ليك على الشر. ادم، انت بتقول ايه؟ حمزة، انت غبي، دي الصعيد اللي بيبص لواحد من بناتهم يقلعوا عينيه. انت ما تعرفش الصعيد ودمهم الحامي، بس خلي في بالك انت لو وقعت انا مش هوقف جنبك واقومك علشان انا حذرتك. وبعدين مشى وسابه. ادم، دي جامده قوي، فيها ايه لما اعدي شويه وقت معاها؟ زي ايه واحده؟ ما هي كده جوزها مات وما بقاش بنت بنوت. هو مش بحب الصعيد، بس الحمد لله اول مره يعجبني عود البنت دي. فهد، تعرفي انك حلوة قوي في لبس الصعيد، رهف وخدودها اللي احمرت بكسوف، احترم نفسك. فهد، والله احنا كده ما تنسيش انك حرمي زي ما بيقولوا كده. رهف زقته، ابعد عني، الكلام ده على الورق بس، ومش برضايا، وبعدين انا مش بحبك. فهد، مش اشكال بقى، اذا بقيتي مراتي خلاص كده محدش يقدر يمنعني يا حلوة. ومشى واخد الباب خبط وراه من الغضب. رهف غبي وهيضيعني بغبائه، على طول عصبي كده وبيعمل اللي في راسه. ناهد، تعرفي يا بنتي يا رنا، اخينا اللي جاي من البندر ده اخر حلاوة. رنا، اتلمي بقى، اقفلي حنكك بدل ما اقول لابوكي واخليه يربيكي من اول وجديد. اتلمي يا بنت. ناهد، يا بنت عمي انا قلت حاجة، ده عسل ولا ايه؟ رنا، هو من جهة حلو، فهو حلو حلاوة ما حصلتش هنا في الصعيد، واخر روقانه بسم الله ما شاء الله عليه، شاب طويل وعريض انما هو مز يا بابا الحج. نهد، انت بتقولي حاجة يا رنا؟ رنا، لا ما فيش، امال فين البنت رهف دي؟ رهف، مين؟ رنا، دي انا يا حلوة. رهف بلهفة، رنا حبيبتي ادخلي، وقامت بسرعة فتحت ليها الباب وحضنتها. رنا، بالراحة يا بنت علي هتفطسيني. رهف، وحشتيني قوي، وتبكي. رنا، هو بتبكي لي دلوقتي؟ رهف، على اللي حصل لك. رنا، ده نصيبي يا قلبي، وبعدين خدي هنا ايه الشبشب الجامد ده اللي هيتجوزك، ولا قصدي اخواته. رهف، ها اخواته برضو عليا انا.
رنا: ما خلاص أخدت نصيبي. رهف: انتي لسه صغيرة، وبعدين انتي ما عندكيش عيال، يعني ممكن تتجوزي وتعيشي حياتك. رنا: ومين يرضى يتجوز واحدة أرملة؟ رهف: ما تخافيش، انتي حلوة قوي واي شاب يتمناكي. رنا: احكي لي طيب، ايه اللي حصل لك ووصلك الحالة دي؟ علشان انا بحب قوي الدراما والاكشن ويا ريت. رهف: وانا كمان احطك رشة رومانسية كده علشان يبقى طعمهم حلو. رنا: لسه زي ما انتي ظريفة قوي يا بت. رهف: ني زيك يا بنتي. وجاء الليل باحتفالاته الجامدة بقى، معرفش عايزة احتفل معاهم والله. شخص: تعرف يا عريس ترقص ولا لا؟ شخص آخر: يا عم ده ابن البندر، ايه يعرفوا حاجة في رأس الرجالة؟ وبدأوا الكل في الضحك، وبعد تكيني جامدة قوي واندمجت في الأغنية بقى. حبايب قلبي الحلوين، استنونا في الحلقة السادسة. مع السلامة، بحبكم قوي، يا ريت حلقة النهاردة تكون عجبتكم، واسفة للمرة التانية عشان طولت قوي في تنزيل باقي الرواية دي، وهتعجبكم فيها موسمين. دلوقتي بنخلص الموسم الاول وهيجي موسم تاني. بجد الرواية دي حلوة قوي، وهتبقى يعني في كل حلقة اغاني كده، او حلقتين مش عارفة زي عملت لكم قبل كده اغنية بتاع حبيبتي افتحي شباك كنايد. بس تحكوش عليها، انا مجنونة شوية. انا اسفة عشان طولت عليكم. فحبايب قلبي استنوني في الحلقة اللي جاية. مع السلامة. الرواية دي حلوة قوي وبنصحكم تتابعوها. انا هكمل لكم الرواية دي، وبرضو الرواية اللي انا شغالة عليها بتاع معاناة انثى. هحاول اعمل لكم روايتين في اليوم. بحبكم قوي. مع السلامة.